التعلم بالعربي مهم للعرب. ده كلام باشمهندس أيمن عبد الرحيم، وأنا مش مقتنعة بالمرة. الواحد لما يتعلم الإنجليش هيبقى عنده اتصال أكتر مع كل ما هو جديد في مجاله. ايه علاقة تعلمي بالإنجليش بهويتي أصلا؟ يعني هل الناس اللي بيقولوا باي نقطة تربيع بدل باي ار سكوير هم اللي هيطوروا العلم في الوطن العربي؟ ليه الناس مكبرة موضوع الكلام بالإنجليش وسط الكلام بالعربي؟ زي ما أنا بحب العربي أنا بحب الإنجليش وبحب أستخدمه. ليه دي مرة واحدة قلبت أزمة هوية؟ إزاي اللغة بتكون أفكارنا؟ هيدجر الفيلسوف الألماني بيقول إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها من خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الواسع. أتوقع كلنا متفقين على ده، بس يمكن مش مدركين قد إيه اختلاف اللغات ده بيؤدي لفروق في التفكير بشكل كبير. وده اللي دكتور شادي عبد الحافظ قاله في كتاب الفتاة التي أنجبت أمها. ترى عنوان الكتاب كليك بيت، يعني لو هتقرأه عشان العنوان فلا، مفيش فتاة انجبت أمها ولا حاجة. المهم ماشي. فنحن نميل إلى اعتبار أن المستقبل أمامنا والماضي خلفنا. نجيب الكتاب شوي شوي. ولكن تشير إلى أبحاث روعة أستاذ علم النفس الأعصاب والأنظمة الروعة إلى أن متحدثي المنطقيين يميلون إلى اعتبار أن المستقبل بالأسفل والماضي بالأعلى، لذلك سوف يستخدمون ألفاظ ولغة الجسد، حركات يدين وميل الأكتاف وباقي الجسم في أثناء الحديث تعبر عن ذلك. فيشبه الأمر أن أقول بلغة عربية كان ذلك بالأمس، فترد علي قائلا نعم كان ذلك بالأعلى، تحول الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الأسفل. أما قبائل الإمارة وهم شعب من شعوب فتحدثون اللغة الأميرية التي تعكس طريقتنا تماما في إدراك الزمن، فهم يرون المستقبل خلفهم والماضي أمامهم، فحينما يستخدم أحدهم تركيبات التعبير عن المستقبل سوف تميل لغة الجسد إلى الإشارة للخلف، إنهم يتحركون بشكل ما نحو الماضي الخاص بنا. بعض الشعوب لا تعرف الفرق بين الأصفر والبرتقالي، لأن هناك كلمة واحدة تجمع اللونين. بعض القبائل في غينيا الجديدة لا تعرف الألوان أصلا، حيث هناك كلمتان فقط للتعبير عن الضوء، لامع وخافت. البعض الآخر كلغة البيراها يستخدم نظاما عدديا متكون من 4 أرقام 1 2 3 عديد. يؤثر ذلك في كيفية إدراك هؤلاء الأشخاص العالم إن أمرا ببساطة للمذكر والمؤنث في الكلمات قد والآخر على تحقيق تأثير واسع في كيفية إدراكنا للأشياء التي تحمل تلك الكلمات. خذ مثلا عندما تطلب من مجموعتين من أفراد متحدثي الألمانية والإسبانية أن يصفوا المفتاح، وهي كلمة مذكرة في اللغة الألمانية والمؤنثة في الإسبانية، فارس مجموع الألماني إلى قول المفتاح قوي وثقيل وخشن، بينما ذهب الأغلبية في الإسبان إلى وصف كذهبي محبب لامع رقيق. يوضح ذلك كيف أن جنس الشيء اللغوي قد يؤثر في طريقة وصفنا لي ذكرا كان أو أنثى. كما تقول رودوتسكي في إحدى محاضراتها إذا كان هناك 7000 لغة فهناك 7000 كون مختلف. فاللغة بتكون أفكارنا، دي حقيقة. خلونا بقى نتكلم عن التعلم. استضافت صاحبتي فاطمة طالبة بكلية الهندسة قسم الحاسبات، بما إن هي مهندسة أكيد عارفة كل حاجة، عشان نتناقش في التعلم بالإنجليش. احنا متفقين ان انا لو اتعلمت باللغه الانجليزيه فانا هتعلق باللغه الانجليزيه اكتر وهستخدمها اكتر في مصطلحاتي. يعني الدايلوج اصلا بتاعي اليومي هيبقى فيه انجليش اكتر لو انا اتعلمت بالانجليش، صح؟ ايوه، انا بحس ان انا بقيت كده. حتى انا، يعني انتي متخيله لما فكرت في الموضوع ده، انا كنت اصلا شايفه في الاول، انا هلغي شويه، كنت شايفه في الاول انه لا ترى عايزين نتعلم بالانجليش، بطلوا جهل يا جهله كده. بعدين استوعبت انا كده كده المدرسه بتاعتي كانت لغات، فوقع الكلمات الانجليش في مخي اقوى من واقع الكلمات العربي. بس انت هتلاقي واقع الكلمات الانجليزي العلميه اكتر، مش اللي هي الترمز اللي هي العاديه في اليوم، لا بتبقى حاجات كده سبيسيفيك قوي، بتبقى ساينتفك اكتر. قعدت افكر في الكلمات، حسيت مثلا انالايز انا ما بحسهاش زي حلل، حاجه زي كده. ايوه، ده اللي انا بتكلم فيه. برضو descendingly و ascendingly ايوه، وتدرج وتصاعد والحاجات دي، لا انا مش حاساها يعني انا. مثلا بتبقى حاضره في مخه بالانجليزي اكتر من العربي اللي هي الكلمات دي، فبتبقى اسهل ان هو يقولها على طول بالانجليزي. او مش حكايه اسهل ثانيه، انا معبره اكتر يعني الواحد يعني عشان هو خدها في الاول ممكن نقول اتكونت في مخه. كمان في مخه في الاول، يعني هو لما اتعلمها اول مره الاساس بتاعه في مخه هيبقى باللغه اللي هو اتعلم بيها اول مره. ماشي ايا يكن، بس النقاش هنا هل ده هيأثر على حبي باللغة العربية، هيأثر على هويتي، على تعلقي بالوطن العربي، على تعلقي بلغة القرآن حرفيا، انه هل ده بيأثر؟ خليني اتكلم معاكي في النقطه دي عشان انا بصراحه يعني مرات بستغرب من الموضوع انه ان احنا
ندخل انجليزي في حياتنا احنا كده بنلغي هويتنا ومش عارفه ايه. انا مش شايفه الموضوع كده. انا بتعصب برضو، بحس انه عادي يعني. ايوه انا حاسه الدنيا بسيطه وحلوه، وانه فيها ايه يعني لو انا دخلت لغه تانية في كلامي. انا ما هو بيرجع للشخص نفسه في الاخر. في ناس بتعمل كده عشان هي ما بتحبش او عايزه تبان صوره معينه يعني، فعشان كده بدخل انجليزي بيبقى متعمد. يعني انا عن نفسي انا مش شايفه ان هو واحنا مش شايفين كده. يعني مش شايفين ان هي في مشكلة، بس هما بيقولوا ان في مشكلة. مين بيقول ان في مشكله؟ ما انا قلت لك. لا ويت، برضو كان في بني ادم لا بجد، بس بجد انت شايفه الموضوع فيه مشكله؟ بصي، على السكيل بتاعنا حرفيا احنا الاثنين بس درسنا كام مادة باللغة الانجليش. باللغة الانجليش. احنا سكيل صغير. في اطفال بيتولدوا انه انت بدل ما هتقول العصير هتقول جوز، انت بدل ما هتقول ما ادري جزمة هتقول جوز. انا بتعصب بقى من الاهالي اللي كده، اللي هم بيدخلوا اطفالهم، بيتعاملوا ان هم يدخلوهم مدارس مثلا انترناشونال ولا حاجه زي كده، بيحدوا من استخدام العربي مع اطفالهم. طب هقول حاجة، انت دلوقتي انا كنت منبهرة بيكي في الثانوية العامة لما كنت بتدرسي بالعربي في المدرسة، وكنت بتتفرجي على توتوريالز انجلش، فخلاص انت عملتي الميكس الرحله دي بدات لما كنت في اعدادي، وكنت انا عايزه اركز. كان السبب في الاول ان انا ايه، الانجليزي بتاعي يتحسن. ماشي. فكنت في الاول ببقى فاهمه الموضوع في العربي بالعربي الاول، وموضوع الانجليزي ده لو انا عايزه ازود على التوبك اللي انا بذاكره، فبفتح الفيديو وبضطر ساعات بدل ما اسرع الفيديو لا ابطئه، وافتح الكابشنز واتابع واقرا هو بيتكلم في ايه وانا سامعه، ولو في كلمه ما فهمتهاش ببدا ادور عليها. الموضوع ده الفتره دي ما طولتش معايا، يعني بعد شويه قدرت لا ما افتحش الكابشنز مثلا، يبقى الفيديو بسرعته العاديه، بعد كده بقى الفيديو يتسرع. فالموضوع بقى حلو قوي، بيساعدك برضو بعدين انك تقرأي مراجع بالانجليزي، لانه مفيش مراجع بالعربي للاسف. احنا دلوقتي بنتكلم، احنا اشخاص في الجامعه، بس انا يعني هنا لازم نستخدم انجليزي. بس انا بتكلم برضو، نرجع لنقطه الاطفال. هم الاطفال دلوقتي لازم يبقى نبني عندهم هويه باللغه العربيه اساس كويس، بعدين لو عايزين نحط لغه تانية نحط. بعدين اللي هو امتى مثلا؟ زيك زي حالتك. مثلا مش لازم عمر معينة، فترة معينة، بس لازم نتأكد الأول يبقى عندهم لغة. دي ممكن تبقى نقطة جانبية ملهاش علاقة بالحوار يعني. بس ساعات الواحد بيستخدم الإنجليزي في التعبير عن نفسه لو الموقف بيضايقه أو هو مش عايز يتكلم فيه. ده scientifically ولا ايه؟ أنا لاحظته فيا، بعدين بدأت أدور عليه يعني السبب scientifically وكده. لأنه انتي مثلا احنا يعني لغتنا الأم اللي احنا اتعلمناها كانت العربي، فاحنا المواقف واحنا صغيرين اللي عدت علينا كلها مرتبطة بمصطلحات بالعربي. فلو في موقف ضايقني انا عايزة اتكلم عنه، او في حاجة انا مضايقاني، فانا هعبر عنها بلغة انا مش مرتبطة بيها عاطفيا. انجليزي مثلا اسهل ان انا اعبر عن نفسي بلغة ايه وقع الكلمات فيها ما يكونش مؤثر عليا. فاهمة قصدي؟ لا هي انا بس متنحة في فكرة انه ارتباط باللغة عاطفية. ايوه. هل ده شيء موجود؟ ايوه دي انا دورت عليها ولقيتها موجودة. فكرة انه اللغة بتعبأ بالمواقف، وان هي بيتم خلق ارتباط بكل كلمة بكل مصطلح. ده معناه ان انا لو استخدمت انجلش من وانا صغير، وان أنا لو عبرت بالانجلش انا ارتباطي هيبقى اعمق بالانجليزي، فاهمه؟ فعشان كده بقول الاساس واحنا اطفال لازم يبقى لغتنا احنا الام. طب انا برضو عايزه اوصل لنقطه، مع اني انا شخصيا مش عايزه، بس يعني حاسه انه المفروض نوصل لنقطه انه لا ترى احنا المفروض في الحكي بتاعنا اليومي انه واحنا بنتكلم بس نتكلم عربي، انه ما نقعدش ندخل، لان هم بيقولوا ان هو ده الصح. انا مش شايفه، او انا شايفه مش عارفه. انا مش مقتنعه ان ده الصح بصراحه. انا زي ما قلت لك ان لازم الاساس يبقى عربي ونحط عليه نادي يعني. انت شايفه انه انا عادي وانا بتكلم عربي ادخل كلام انجليزي زي ما احنا بنعمل؟ ايوه انا شايفه انه عادي، عادي جدا، مفيش اي حاجه. ان احنا نتكنسل. ممكن اصلا الواحد كل حياته بالعربي، وهويته اللغه العربيه ممكن عليها كويسه، بس هي يعني هو مش حاببها، فاهمه؟ فاقل مدخل بالانجليزي او اقل يعني احتكاك بالعالم الغربي هيأثر فيه. وفي العكس برضو، نشوفي الاجانب مثلا لما بيجي يتعلموا عندنا عربي، فهو الموضوع شائك. احنا عشان نختم الموضوع هنقول ترى الموضوع شيء. ربنا يصلح حال الناس.
بعد المقابلة دي اللي هي نص ساعة رغي تم اختصارها في 6 دقايق، استوعبنا ان كلام باشمهندس ايمن عبد الرحيم اللي انا ما كنتش متقبلاه في المقدمة بقى منطقي. ان التعليم معناه ان انا بتعلم العلوم الاساسيه بالعربيه، وبعد ما يوصل سني 10 سنين كطفل ابدا اتعلم كل العلوم المهمه، كل اللغات المهمه، يعني اتعلم انجليزي، اتعلم ياباني، اتعلم الماني بجانب العربيه، بحيث ايه؟ ابقى عارف اضيف كل الجديد في العلوم من اللغات التانية للعربيه، ومفاهيمي وتصوراتي عن العلوم في ذهني وفي ذهن الطفل من اول ما هو في رياض اطفال لغايه ما يوصل جامعه، لغايه ما يبقى دكتور، لغايه ما يبقى مبتكر او مبدع او باحث باللغه الام، عشان نحافظ على هويته، على ابداعه، على ابتكاره، على رؤيته للكون، تكون رؤيه عربيه، يعني بيشوف الكون بالعربي. تمام؟ شكرا. الهوية. نسأل سؤال مهم، ما هي الهوية؟ ما هي مكوناتها؟ هل الهوية حاجة موجودة فعلا من نفسها ولا محتاجة مننا تعزيز أو تعليم؟ ليه هوية بعضنا هشة وبتتأثر بالغرب بسهولة؟ مش هنبحث في كل الأسئلة دي دلوقتي عشان مش مرتبطة بشكل مباشر بموضوعنا، ممكن نتكلم عنها في فيديو تاني، ولو اني اشك ان ممكن حد يهتم اصلا بفيديو عن الهوية. فاللي عايزين نعرفه دلوقتي هو علاقة اللغة بالهوية. بيقولك في كتاب الهوية العربية والأمن اللغوي إن اللغة هي التي تنتقل بالأفراد من جماعة بشرية إلى مجموعة ثقافية، وهذا على وجه التمحيص يعني أن الرابطة اللغوية أقوى من الرابطة السياسية. وعامة في كلام كتير نظري عن موضوع علاقة اللغة بالهوية، بس عشان أخلي الموضوع ملموس أكتر عملت استبيان. الهدف منه إني أعرف هل اللغة بتوصل للناس المشاعر الهوية بتوصلها، زي الفخر والعزة والانتماء والأمان. فخلونا نبص على الاستبيان. في سؤال، لو سمعت حد بيتكلم لغة عربية مش عامية، الأغلب هنا اختار بساطة من الكلام والمعاني أقوى. جميل، بيعيد أفكارنا. وفي سؤال صورة زي دي بتديك إحساس بإيه؟ الصورة لحروف عربية مش أكتر. بالنسبة لي الإجابة المثالية هي العزة والقوة، بما إن هي المشاعر اللي المفروض الهواية تدهلنا، بس الأغلب اختار الجمال. لا يعجبني بصراحة، بس ماشي، على الأقل ما اخترتش ازاي أحس بصورة. الأسئلة المهمة برضو، هل بتتبسط وتفتخر داخليا لما تستخدم كلمة فصيحة وسط كلامك؟ إيه، معرفش مين الكاريزما اللي قالوا لأ، بس يعني الأغلب قالوا آه. من الآخر الهوية واللغة مرتبطين بشكل كبير. طيب، من ده كله استنتجنا قيمة اللغة. اللغة العربية هي اللي شايلة أفكارنا حرفيا. بس سؤالي هنا، هل لو أنا بحب الإنجليش واتكلمت إنجليش كده أنا بكره العربي؟ يعني الآراء في الموضوع ده على ريدت وفي الاستبيان وعلى جوجل عكس بعض بشكل كبير، لحد ما استوعبت مين شبهنا في القصة دي جدا. Indians. الهنود بقى عندهم لغة اسمها هنجلش. لحد شاف فيلم هندي أكيد سمعها، والمقالات اللي قرأتها عن اللغة دي إيجابية. بيتكلموا بشكل إيجابي عن فكرة تسهيل التواصل وكون اللغة بقت مرآة للعالم الخارجي. يعني سبحان الله ما قدش الدنيا زينا. فرأيي البريء هو إنه المفروض نهتم باللغة العربية والمفروض نهتم بالإنجليش، والموازنة بين الاتنين دول عادي ممكن تحصل. يعني معلش فكروا معايا، هذا الشخص اللي بيتعصب من كل كلمة إنجليزي وسط الكلام ويقول لك هويتك يا عربي، لماذا تلغي هويتك؟ هل كلامه بالعربي بس معناه أصلا إن هو معتز بهويته؟ لا، مش لازم. ممكن يكون أصلا منعزل عن الإنجليزي عشان كده كل كلامه عربي، ولا هو دريان ولا مهتم بتطوير اللغة العربية عنده. وفي المقابل، هل لازم البني آدم اللي بيتكلم إنجليش يكون ما بيحبش العربي وبيستبدلها بالإنجليش؟ برضو لأ، ممكن يكون مقدر لقيمة اللغة العربية وبيقرأ وبيدرس عنها. فالهوية موضوع أعمق بكتير. اللي عايزة أوصله هو أهمية اللغة العربية وارتباطها الوثيق بينا، والأهمية دي عمرها ما هتقل في قلوبنا لو استخدمنا لغة تانية للتواصل. أو عادي يعني، غلطوني لو أنا غلط، يعني أنا مش متمسكة برأيي للدرجة دي. بس هنا يكون للأسف الشديد جدا الفيديو خلص. أهلا بيك. انت بجد هتقولي اهلا بيك؟ لا عادي. لا ترى أي حاجة لازم يكون لي فيها introduction علشان تهيئ البني آدم نفسيا، ما ينفعش كده كده يتشال يعني. ماشي، اهلا بيكم، انا فاطمه. عادي أقول اسمك؟ ايوه عادي. احنا مستضيفينك بصفتك طالبة في قسم ايه؟ حاسبات. هندسة، قسم حاسبات. ماشي، طب ماشي. انا اصلا مش هعمل ده كله، انا هكتب فاطمة كذا.